السلام عليكم، معكم عائشة من قناة شيوتي أنا وأمي. فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم محبوبة الجماهير حلوة ريشبوند بالمذاق ديال الشوكولات. كتجي أكثر من رائعة، لذيذة بزاف البنات، هشيشة وقطنية من الداخل كما كتلاحظوا معايا. هاد المقادير اللي غنعطيكم اليوم غيخرجوا لكم ما شاء الله واحد الكميه كبيره. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي كيف ما كنقول دائما مرحبا بكم، ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وكذلك الاعجاب باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وفضلا وليس امرا بارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده للجميع ان شاء الله. ندوز معكم المقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا البنات خديت واحد القصريه درت فيها رابعه او 250 غرام الزبده ديال اللذه، غندير معاها قرصه ديال الملح، غندير كذلك واحد الساشي ديال الفاني، غندير كذلك واحد 2 كيسان ديال العنبه ديال السنيده. يمكن لكم تنقصوا الحلاوه وديروا فقط غير كاس ونص ديال السنيده. غنخدم مزيان البنات هاد الزبده مع السنيده حتى تولي لي بحال شكل بوماد. هنا عندي الزبده بالحراره ديال المطبخ، ملي كتكون هكذا الزبده يعني مخرجينها من الثلاجه دغيا كنخدموها هكذا بالكف ديال اليد ديالنا حتى نتاكد بان هذيك السنيده اندمجت ليا مزيان مع الزبده ودارت ليا. هنا عندي الزبده ها هي دخلات فيها السنيده مزيان كما كتلاحظوا معايا، ولات بحال شكل بوماد. غنضيف دابا البنات 2 كيسان ديال العنبه ديال الزيت النباتيه ونعاود عاوتاني نخدم المكونات. هنا خدمت مزيان الزيت دخلته في الزبده مع السنيده. غنضيف دابا 4 الحبات ديال البيض صافي ونعاود نخدم المكونات. حتى يندمج ليا هذا البيض مع الزبده والسنيده والزيت. عاد نضيف واحد دانون بالنكهه ديال الفاني. هانتوما البنات هذيك البيض خدمته مزيان بحال هكا مع الزبده والسنيده والزيت حتى حصلت على واحد القوام كيكون هكذا كريمي. ضروري البنات المكونات تخدموهم مزيان، ما تخليوش يعني البيض مفروز مع الزيت والزبده. نبقى نخلطو بحال هكا بالاصابع ديالي حتى كنحصل على هذا القوام اللي كيكون هكذا كريمي. دابا صافي غنضيف البنات هنايا دانون بالنكهه ديال الفاني. صافي نخلطو حتى هو. عاد ندوز نبدا نضيف الفرص بشويه بشويه. هانتوما البنات شوفوا الملمس ديال القوام ديال الخليط كيفاش كيكون هكذا كريمي رطب. الا كانت عندكم السنيده غليظه عاودوا طحنوها البنات باش ان شاء الله ملي تبداو تشكلوا الغريبه ديالكم يعني تشكلوها ويكون الملمس ديالها رطب كما غنوريكم ان شاء الله. هانتوما البنات ضروري المكونات في الاول تخدموهم بحال هكا. صافي دابا غندوز نضيف 2 خمارات حمرين، يعني في المجموع عندي هنايا 16 غرام. صافي وغنبدا نضيف الفرص بشويه بشويه. من الاحسن البنات تستعملوا فرص خاص بالحلويات. كنبقى نضيف بشويه بشويه. عندي هنايا كيلو ديال الفرص، ولكن البنات يعني الكميه ديال الفرص كتبقى يعني على حساب النوعيه اللي غتستعملوا نتوما. حطوا كيلو ديال الفرص وبقاو تضيفوا بشويه بشويه. انا غنوريكم البنات القوام اللي خاص يعني الحلوه تكون عليه.
صافي البنات انا غنستمر بحال هكا، نبقى ندخل الفرص بشويه بشويه ورجع. هانتوما البنات القوام ديال العجين كيفاش هكذا رطاب البنات. انا دخلت معايا بالضبط كيلو ديال الفرص، ولكن البنات يعني كيبقى الكميه ديال الفرص على حساب النوعيه اللي كتخدموا به. كما كنقول دائما البنات انا عندي راه هكذا اصابع بحال هكا، نتوما الا بغيتو ديروها يعني غريبه هكذا دائريه ماشي مشكله البنات. المهم انا عندي راه هكذا على شكل اصابع بحال هكا البنات. وفي الجانب دايره واحد اللاطه دهنا لها شويه ديال الزيت، اي وحده يعني وجدتها كنحطها فيها. يعني الكبر ديال الحلوه كيبقى على حساب الذوق ديالكم. كنشكلها هكذا غريبه ومن بعد كنبسطها بحال هكا ما بين الكف ديالي باش كنعطيها يعني هاد الشكل ديال السيجار بحال هكا. غنستمر بحال هكا حتى نكمل العجينه كامله، ومنين نبغي ندخلها الفران ان شاء الله نتلاقى معكم. كملت البنات التشكيل ديال الحلوه ديالي. دابا شعلت الفران غنخليه حتى يسخن مزيان ونقصو ونخليه على نار مهيله. انا كنطيب الحلوه دائما على نار تكون مهيله. مهم البنات النار كتكون يعني غير من الاسفل، ملي كتبان لي انها بدات كتحمر ليا من الجناب ديك الساعه عاد غنشعل عليها النار من الاعلى ان شاء الله. نطيب الحلوه ونتلاقى معكم. بالنسبه للمقادير ديال السقوه البنات اللي غنغطس فيها ريشبوند، قبل البنات نوريكم ريشبوند كيفاش جات. ها هي من بعد ما طيبتها عطيتها فقط غير هذا اللون الذهبي كما كتلاحظوا معايا. عندي هنايا الحلوه بارده، غندوز ان شاء الله باش نغطسها يعني في السقوه. شنو عندي في المقادير؟ هنا 20 حبه ديال الشوكولاط الاسود، باكيه ديال كوبيل او بودره الشوكولا اللي كتكون حلوه، ونص لتر ديال الحليب. صافي غندوز معكم دابا الطريقه. غناخذ واحد الكاسرول غندير فيها باكيه ديال كوبيل، غندير معاها نص لتر ديال الحليب ونخلط كلشي على البارد. عاد ندي هاد الحليب يغلى ليا. صافي من بعد ما خلطت بودره ديال الكاكاو او الكوبيل مع الحليب غنديه يغلى ليا ونرجع معكم. هنا الحليب البنات من بعد ما غلى ليا غنضيف ليه هذاك 20 قطعه ديال الشوكولاط الاسود، ندوبها في هذا الحليب محدو سخون. صافي وندوز مباشره نبدا نغطس الحلوه ديالي في هذه السقوه ونمررها في الكوك. صافي هنايا السقوه كتكون مازال عندي سخونه والحلوه كتكون بارده. كنغطس هكذا واحد الكميه معقوله ديال الحلوه. صافي ومن السقوه بحال هكا كندوزها مباشره في الكوك. كتجي بحال هكا. صافي غنستمر بحال هكا نبقى نهز الحلوه، ومني تسالي ليا هنايا الحلوه يعني في السقوه نعاود ندير كميه واحده اخرى.
وهذه هي الحلوى من بعد ما كملت ليها الغطيس ديالها في هذيك السقوه وفندتها في الكوك، كيجي المنظر ديالها رائع، اما المذاق فكيجي اروع. هكذا يعني حلوى ريش بوند بالمذاق ديال الشوكولات مختلفه يعني على ريش بوند العاديه اللي كنحضروا على شكل غريبه وكنغطسوها في السقوه ديال الكوفيتير والمزهر. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي رطبه هشيشه كتذوب في الفم. وهاد المقادير اللي عطيتكم راه كيخرجوا ما شاء الله واحد التبصيل كبير هكذا ديال الحلوى. نتمنى من الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وتخليو لي بطبيعه الحال الراي ديالكم في التعاليق. ما بقى لي الا نقول لكم احبتي استودعكم واترككم في امان الله، الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.